جاوب على الثلاث أسئلة دول قبل ما تفكر إن أنت تشتري جيرمان شيبرد. أول حاجة، هل أنت مستعد لمشاكل الحوض بتاعتهم اللي هو الهيب ديسبليجيا؟ دي للأسف حاجة وراثية فيهم وبتبقى منتشرة جدا، وعلاجها بيكون مكلف شوية ومحتاج متابعة وصبر. تاني حاجة، عندك وقت ليه؟ الكلاب الجيرمان بتبقى محتاجة في اليوم ساعة على الأقل علشان تفرغ الطاقة الجبارة اللي موجودة فيه. في الساعة دي أنت بتهتم بتدريبه وبلعبه، وكمان بتجريه شوية علشان الطاقة بتاعته دي تطلع في المكان المظبوط وما تتحولش لطاقة تدمير للبيت أو المكان اللي هو قاعد فيه. تالت حاجة، مستعد إن شعره يكون جزء أساسي من بيتك وهدومك ولبسك وأكلك؟ كمية الشعر اللي بتقع منهم بتبقى مهولة جدا ومحتاجة تسريح شبه يومي. الكلاب الجيرمان هي من أذكى وأوفى الكلاب اللي موجودة في مصر، لكن هي محتاجة كمان صاحب فاهم ومستعد ومسؤول. جاوب على الأسئلة دي قبل ما تفكر إن أنت تجيب كلب جيرمان، واكتب لنا كمان في الكومنتس لو عندك أي أسئلة تانية بخصوص السلالة دي، واكتبوا لنا كمان لو محتاجين إن احنا نتكلم عن أي بريد تانية، واعملوا لنا فولو علشان الفيديوهات اللي جاية.